كلنا عارفين منظر الرف اللي في الصيدلية البيطرية، ازازات صفرة وحمرة وزرقاء، كل واحدة مكتوب عليها قوة، نشاط، دعم مناعة. تلاقي المربي داخل يقول للدكتور البيطري اديني اقوى فيتامين عندك. طب هل هو فعلا محتاجه، ولا بيحطها لمجرد الطمأنينة النفسية، ولا عشان شاف بروتوكول بتاع حد معين؟ النهارده هنتكلم بصراحة، امتى فعلا الكتكوت محتاج فيتامين او منشط، وامتى بتكون بتكب فلوسك في المية من غير فايدة. معكم مهندس محمد الصاوي، ودي قناة كتكوت اكاديمي. طيب النهارده موضوعنا حساس جدا، لان معظم المربيين بيقعوا فيه وبيفتكروا ان الفيتامينات هي اللي هتخلي الكتكوت ينور في العنبر، بس الحقيقه مختلفه شويه. الفيتامينات والمنشطات ليها دور مهم جدا، بس الاستخدام الصح هو اللي هيخليها تفرق. ودلوقتي هنشوف في فقرات مرتبه ازاي الموضوع ده بيحصل. يعني ايه مش عصايه سحريه؟ يعني لو عندك مشكله تهويه، او الحراره عاليه جوه العنبر، او الميه مش نظيفه، او الملوحه فيها عاليه، يبقى مهما حطيت فيتامينات او منشطات الكتكوت مش هيستفيد كويس. طيب شوف مثل بسيط، لو عندك كتكوت في اول اسبوع الجو حر جدا ومفيش شفاطات كافيه، اول ما تديه فيتامينات تقول ده فاق، بس بعد يومين تلاقيه رجع يهبط تاني. ده لانك عالجت العرض مش السبب. يعني الفيتامينات مش علاج للاداره الغلط، هي بس مساعد لما تكون الاساسيات مظبوطه. طيب لو هي مش صح، يبقى السؤال الطبيعي امتى فعلا الكتكوت محتاجها، وده اللي هنفهمه دلوقتي. في 4 توقيتات هنتكلم عليهم بيتم فيهم استخدام الفيتامينات والمنشطات، ويكون ده الوقت الصحيح ليها. اولا، بعد التحصين مباشرة، وده لأن التحصين بيجهد الكتكوت، خصوصا تحصينات النيوكاسل أو الجمبورو. الفيتامينات هنا بتساعد الكتكوت يستعيد نشاطه. ثانيا، بعد النقل أو التسكين، وده بيحصل لما تيجي تستلم دفعة كتاكيت جديدة، خصوصا لو الكتكوت جاي من مسافة بعيدة، بيكون مرهق ومش بياكل أول يوم كويس، فشوية فيتامينات بالمية بيساعدوه يبدأ بسرعة. ثالثا، في فترات الحر الشديد، الحر بيخلي الكتكوت يوقف أكله ويشرب مية كتير. فيتامين سي هنا مهم جدا، لأنه بيساعد في مقاومة الإجهاد الحراري. رابعا وأخيرا، بعد كورس مضاد حيوي، لأن المضاد بيأثر على البكتيريا النافعة وامتصاص الفيتامينات الطبيعية، فمحتاج تعوضه بجرعة خفيفة من يومين ل3 أيام، زي البروبيوتيك مثلا. قبل ما نكمل، لو وصلت لحد هنا واستفدت من اللي فات، فما تنساش تدوس لايك واشتراك علشان تستفيد من الحلقات الجاية إن شاء الله. طيب حلو كده، عرفنا امتى نستخدمها. خليني أقول لك هنا إن معظم المربيين بيقعوا في الغلط بعد النقطة دي على طول، لأنهم بيستخدموها غلط، وده اللي بيخلي النتيجة عكسية تمام. طب خلينا نشوف إيه الأخطاء اللي بتخسر المربي. أول غلطة، إنك تخلط كذا منتج مع بعض وتقول كله فيتامين يعني كله خير. هنا هقول لك لا، في تراكيب بتتعارض مع بعضها. يعني مثلا فيتامين ايه مع بعض المعادن ممكن يترسب. طيب تاني غلطة، تفضل تحط نفس النوع كل يوم من غير ما توقف، النتيجة كبد الكتكوت بيتعب وامتصاص الفيتامين بيقل. تالت غلطة، انك تشتري المنتج الغالي لمجرد ان البياع قال لك ده ممتاز. فانا هنا هقول لك لا، لازم انك تقرا التركيبة، لانك ممكن تلاقي نفس التركيبة في منتج ارخص بنص السعر، ويبقى انت فوتت على نفسك فرصة ان انت تدفع مبلغ عادل في حاجة هتجيب لك نفس الفايدة. ورابع غلطة، انك تستخدم الفيتامينات كبديل للعلف الجاي، يعني بدل ما تزود بروتين او تصلح علف ضعيف انت شغال بيه، بتروح تدي منشط، وده مش حل. طيب ماشي، انت هنا كلمتنا عن الاخطاء اللي بيقعوا فيها المربيين في النقطة دي. طيب احنا عايزين بقى نعرف الصح من الغلط، ازاي نستخدم الفيتامينات والمنشطات بعلم مش بالعشوائية. باختصار، الموضوع مش في الازازة، الموضوع في المربي اللي ماسك الازازة، اللي فاهم امتى يستخدمها، هو اللي فعلا بيكسب. الفيتامينات والمنشطات ليها دور، ودور مهم جدا، بس لازم نستخدمها بعلم مش بالعشوائية. وهنا هديلك قاعدة ذهبية بسيطة جدا، استخدم الفيتامين او المنشط في وقت الحاجة بس، لازم بالجرعة اللي مكتوبة، لا تزود ولا تقلل، وركز على التوقيت اكتر من اسم المنتج. وافتكر دايما، مش كل منتج غالي يعني قوي، ولا كل منتج رخيص يعني ضعيف. المهم انك تستخدمه صح بالجرعات المظبوطة في التوقيت المظبوط. واخيرا يهمني اعرف رأيك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك علشان نكمل رحلتنا سوا، واستنونا الحلقات الجاية بإذن الله من كتكوت أكاديمي.